اكتر 3 اخطاء بيقع فيهم المستثمر الجديد في العقارات. اكتر جمله بسمعها بعد سنه من الشراء: يا ريتني كنت اعرف المعلومه دي قبل ما اشتري. خليني اقول لك على 3 اخطاء بيتكرروا بشكل مخيف في السوق العقاري. الخطا الاول انك تشتري عشان حد قال لك، صاحبك كسب، قريبك دخل في مشروع. بس السؤال المهم، هل دي فرصه مناسبه ليك انت ولا مناسبه لظروف غيرك؟ الاستثمار العقاري قرار شخصي جدا، بيتحدد فيه راس مالك، مدى التزامك، وقدرتك على الانتظار. كلها عوامل محدش يقدر يحددها غيرك انت. الخطا الثاني انك تبص على الاقساط وتنسى السعر. القسط مناسب يا فندم دي جمله بتغري اي حد، لكن هل حسبت السعر الكلي؟ هل قارنت القيمه السوقيه الفعليه؟ هل عرفت العائد المتوقع للوحده اللي انت بتشتريها؟ المستثمر المحترف بيشتري قيمه مش جدول تقسيط. الخطا الثالث وده الاهم، انك تشتري بهدفين في نفس الوقت: عايزها سكن وتكون استثمار، عايزها مريحه ليك وتكون مطلوبه في السوق. احيانا الاثنين ما بيمشوش مع بعض. الوحده اللي تناسب حياتك مش شرط تكون اعلى عائد، والاعلى عائد ممكن ما تكونش مناسبه لاسرتك. الخلاصه، العقار مش مخاطره، المخاطره في القرار الغير مدروس. قبل ما تشتري اي عقار اسال نفسك: انا بشتري ليه؟ وهطلع منها امتى؟ وهكسب ازاي؟ لو قدرت تجاوب على ال3 اسئله دول بوضوح، يبقى انت كده خرجت من دايره المستثمر المبتدئ. وافتكر دايما ان العقار هو الابن البار، وما تنساش تعمل فولو للمستشار.